هلو معاكم محمد من مورب فيديو جديد من الخماسية. قبل ما ابدا حابب اشكر كل حد عمل لايك شير كومنت على الفيديو اللي فات، واللي لسه مش عامل سبسكرايب احب اقول لك اتمنى الرسالة تكون وصلت. فيديو النهارده هنتكلم عن افضل 5 ممثلات في مصر. يلا بينا. والمركز الخامس هيكون من نصيب ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز تعتبر من القلائل اللي في مصر اللي عملت دور بطولة منفرد نسائي. وبداية ياسمين عبد العزيز الموفقة كانت في الإعلانات اللي أظهرت خفة دم ياسمين عبد العزيز وبينت قبولها عند الناس. فياسمين عبد العزيز في أعمالها بتتميز دايما بالكوميديا، وهي فنانة محبوبة جدا سواء في مصر أو الوطن العربي. وبالرغم إن في فترة غابت عننا ياسمين عبد العزيز، لكن أدوارها سواء في السينما أو في التلفزيون كانت ناجحة جدا ومعلقة معانا كلنا، زي دورها في الدادا دودي وصايع بحر وجوازة ميري والرهينة والثلاثة يشتغلونها وكركر وزكي شان وحريم كريم ورشة جريئة ومسلسل هربانة منها. فزي ما نلاحظ إن أعمال ياسمين عبد العزيز الناجحة كتير جدا، بس العيب الوحيد فيها إن كل أدوارها عبارة عن كوميديا بس ده ما يمنعش إن ياسمين عبد العزيز تستحق إن هي تكون موجودة معانا في الخماسية وكمان تكسب المركز الخامس. المركز الرابع هيكون من نصيب منة شلبي اللي موهبتها عالية جدا. لو قسناها من الناحية العاطفية فمنة شلبي كانت تستحق مركز أعلى بالنسبة لي، مش المركز الرابع في الخماسية. لكن دلوقتي احنا بنقيم تقييم فني، فبتكسب منة شلبي المركز الرابع مش أعلى من كده بسبب قلة الذكاء في اختيار الأدوار بتاعتها. ليها أدوار كتير ناجحة طبعا، بس مكانتها في الساحة الفنية كانت المفروض تكون أعلى من كده بكتير، وده ما يقللش منها كفنانة لأن هي لا تزال فنانة كبيرة، لكن كانت تستحق بموهبتها أكتر وأكتر. وأول بداية قوية لمنة شلبي كانت في فيلم الساحر، وده اللي ظهرها في الساحة الفنية وخلاها فنانة معروفة. وبعدها من أعمالها الناجحة اوعى وشك وبحب السيما وأحلى الأوقات وبنات وسط البلد وأبو العربي وواحد من الناس وفي محطة مصر وعن العشق والهوى وهي فوضى وكده رضا وآسف على الإزعاج وأفلام تانية كتير اللي أظهرت لنا موهبة منة شلبي. وزي ما قلت لكم كانت تستحق بموهبتها العالية دي إن هي تكون موجودة في مركز أعلى في الخماسية، لكن برضو قلة ظهورها في الساحة الفنية في الفترة الأخيرة دي اللي خلتها تكسب معانا المركز الرابع وعن جدارة واستحقاق. والمركز الثالث هيكون من نصيب نيللي كريم. ونيللي كريم تستحق معانا المركز الثالث في الخماسية لأنها دلوقتي نجوم صف أول في مصر، وكمان من الفنانات القليلة اللي تقدر دلوقتي تشيل بطولة منفردة بدون الحاجة البطل اللي يسند قصادها. فنيللي كريم موهبة عظيمة، وتميزت نيللي كريم بأعمالها الدرامية وحفرت في ذهن الناس إن أعمالها لازم تجيب اكتئاب وزعل، بس بتقدر نيللي كريم بمنتهى السهولة إن هي تعمل أدوار مختلفة برضو والناس تحبها، زي ما كانت بداياتها برضو متنوعة ومش ماشية على اسطمبة واحدة. فنيللي كريم من الفنانات الذكية جدا واللي قدرت تستغل موهبتها كمان. ومش هقدر برضو أعد أعمال نيللي كريم لأنها كتيرة جدا، بس ممكن أقول لكم بعض من الأعمال المميزة ليها بالنسبة لي، زي في بداياتها كان فيلم سحر العيون وبعدين فيلم أحلام الفتى الطائش. ومن الأدوار القوية جدا برضو في مسيرتها الفنية البنت اسمها ذات اللي عملت لها نقلة تقريبا في كاريرها برضو، ومسلسل سجن النساء وفيلم اشتباك وفيلم غبي منه فيه. ومن أعمالها اللي نجحت برضو كانت خارج الطابع الدرامي مسلسل ب100 وش اللي قدمته في رمضان ونجح جدا مع آسر ياسين. فأكيد وبدون كلام كتير تستحق نيللي كريم إنها تكون موجودة معانا في المركز الثالث. المركز الثاني هيكون من نصيب الموهبة التمثيلية الأعظم في زماننا الحالي طبعا من جهة النساء، واللي بتاخدها عن جدارة منى زكي اللي نجحت في أي دور قدمته، وشوفنا تطورها الملحوظ من بداية صعودها لحد دلوقتي. فقدرت منى زكي تقدم لنا كوميديا وتضحكنا ودراما ونزعل معاها، وقدمت لنا أدوار تانية كتير ناجحة. فمنى زكي من الجهة الفنية كانت ممكن تستحق إن هي تكون موجودة معانا كمان في المركز الأول، لكن خليتها في المركز الثاني بسبب تفضيل شخصي عندي وهتعرفوه في المركز الأول. ومن أبرز الأعمال اللي كانت في مسيرة منى زكي اللي كانت في بداياتها كمان هو فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ده اللي برضو بدأ ظهورها وبدأ نهوض الجيل بتاعها كله، سواء أحمد السقا هاني رمزي محمد هنيدي أو فتحي عبد الوهاب. وقدمت لنا برضو منى زكي ثنائية عظيمة مع أحمد السقا في أفلام كتير، منها مافيا، تيتو، أفريكانو، عن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة. بالرغم من كثرة ظهورهم سوا وده اللي كان ممكن يخلي الناس تمل من الظهور ده، إلا إن جميع الأعمال دي بتنجح
وبتكسر الدنيا. وقدمت برضو منى زكي أعمال تانية كتير سواء في السينما أو في التلفزيون، وبرضو بتعتبر منى زكي من قلائل الممثلات دلوقتي اللي بتقدر تشيل بطولة منفردة لوحدها. فمنى زكي وصلت لدرجة نجاح عالية جدا في مصر أو الوطن العربي كمان. فبكل جدارة واستحقاق تستحق منى زكي إن هي تكون معانا في المركز التاني. والمركز الأول هيكون من نصيب الفنانة الأفضل بالنسبة لي، وبالرغم إن هي مش مصرية لكنها أدت الأدوار المصرية براعة وإتقان شديد جدا. فهي نجمة تونس والوطن العربي هند صبري. فهند صبري بالنسبة لي هي رقم واحد طبعا. فبغض النظر عن التنوع في الأدوار اللي بتقدمها هند صبري سواء كوميديا، أكشن، دراما، أي دور بتقدر تأديه هند صبري ونجاح كبير جدا. بالرغم إن آخر فترة ظهورها مش قد كده، لكن تظل وستظل هند صبري من أقوى النجوم اللي مثلوا في تاريخ مصر. فأكيد ما نقدرش ننسى دورها بحورية في فيلم إبراهيم الأبيض، مع إنه ما كانش الدور الرئيسي والأساسي في الفيلم، إلا إن هي نجحت فيه جدا. ودورها برضه في أحلى الأوقات والفيل الأزرق اللي قدمته ببراعة شديدة جدا. وأكيد ما ننساش دورها في فيلم الجزيرة، اللي لسه لحد دلوقتي مستني الجزء الثالث منه. مسلسل عايزة أتجوز اللي نجح نجاح كبير جدا في مصر. وما نقدرش نحصر أدوار هند صبري في الأعمال دي بس، لأنها أعمالها كتير جدا واغلبها ناجحه، وكمان من اكتر الفنانات اللي بحبهم في مصر. فاكيد وبكل جداره واستحقاق تستحق هند صبري ان هي تكون موجوده معانا في الخماسيه، وكمان تكسب المركز الاول. كده تكون خلصت خماسيتنا، واستنوني في فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وقول لي رايك في الكومنت وترتيبك للخماسيه دي وتصنيفات لخماسيات جديده. ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب، ولو مش عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب برضه. ولو ما عملتش سبسكرايب، ولو حابب تشوف مقتطفات من حياتي الشخصية هتلاقي تحت لينك الانستجرام. وسلام.